السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة من حواديت كاسبر. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أرنب اسمه طمطم، كان شقي طول الوقت جدا. كان أول واحد بيصحى في كل عيلته وبيعمل دوشة دايما. طمطم كان على طول بيحب يلعب ويجري مع أصحابه في الغابة، وكل يوم يقضوا وقت مع بعض بيعملوا سباقات طويلة. وفي يوم طمطم وأصحابه كانوا بيلعبوا جنب النهر، وسمعوا التمساح بيقول إن في عاصفة كبيرة هتوصل الغابة عندهم. جرى طمطم بسرعة، رجع البيت وقال لمامته على العاصفة. مامته قالت له هو واخواته يحوشوا اكل كتير يخلي عيلتهم مطمنة، لكن طمطم كان مهمل وما كانش عاوز يشتغل زي اخواته. بقى يخرج من البيت عشان يدور على اكل، لكنه بيروح يلعب مع اصحابه، واصحابه مع الوقت بقوا هم كمان بيدوروا على اكل ليهم، وما بقاش حد عنده وقت يضيعه معاه لان العاصفة قربت توصل. بقى طمطم وقتها يلعب لوحده وما بطلش شقاوة ابدا، لحد ما في مرة وهو بيحفر لقى مكان فيه جزر كتير جدا. طمطم خبى الجزر زي ما كان ورجع تاني على بيته بسرعة. قال لمامته على الجزر اللي لقاه، وإنهم مش هيكون عندهم مشكلة في الأكل لما العاصفة توصل لهم. لما ماما شافت كمية الجزر اللي معاه انبهرت قد ايه الكمية كبيرة، وقالت لطمطم إنها هتقول على المكان للأرانب في كل الغابة. لكن طمطم اعترض على كلام مامته وقال لها إن ده الجزر بتاعهم هما بس، وإنه لقاه بمجهوده، وقال لها مش عاوز حد من الغابة يشاركهم في الجزر. ماما استغربت جدا من رد فعل طمطم، وقالت له إنه غلطان، لأن لو أخدنا كل الأكل لينا دي هتكون أنانية، وهيكون هو ندمان، لأن عيلته مهما أكلت مش هتقدر تاكل كل الجزر اللي موجود هنا، وإن الجزر هيبوظ وهنزعل إننا ما استفدناش بيه لما الفرصة كانت عندنا. وقالت له لازم دايما زي ما بيفكر في احتياجاته يفكر في مساعدة غيره، ويعود نفسه إن سعادته الحقيقية بتيجي لما ياخد باله من اللي حواليه. طمطم فكر في كلام ماما واعتذر لها إن تفكيره كان أناني فعلا، واتفق معاها يبلغ باقي الأرانب بالمكان، وكان فرحان برد فعلهم جدا. وتعلم طمطم يومها إنه بيكون سعيد لما يساعد حد تاني، واكتشف إن أكتر حاجة هتخليه حزين هي لما يكون أناني. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة اضغط اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو، واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.